عبس وتولى. لكن من الذي عبس؟ وما سبب نزول سورة عبس؟ ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم وتولى عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، لأن إسلامهم يؤثر على بقية القبيلة. وأثناء حديثه جاء عبد الله بن أم مكتوم، وهو صحابي أعمى وكان من أوائل من أسلم في مكة. جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه اهتماما، بل عبس في وجهه وتولى. بعد هذا الموقف نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ومنذ ذلك اليوم أصبح النبي كلما رأى ابن أم مكتوم استقبله بوجه بشوش ويقول له: يا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.